السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكونفيتير ديال المشماش مع طريقه التعقيم ديالو. ان شاء الله يبقى لك في البلاكار تجبدي من وقت ما بغيتي ان شاء الله. معقم ما يحتاجش للثلاجه لا والو، كيبقى لمده طويله حتى العام. عندي هنا حبات المشماش، انا بغيتو شويه يكون طيب، عزلت الطيب بحال هكا. كيجيك المربى ديال زوينين ان شاء الله. بالنسبه للكميه، في كل كيلو ديال المشماش كتحتاجي 400 غرام ديال السكر سنيده. قد ما لقى الانسان انا نقص السكر، هي عامه الكونفيتير كيحتاج كيلو سكر في كيلو ديال المشماش. انا هنايا درت 400 غرام في كل كيلو ديال المشماش، غنحتاج 400 غرام ديال السكر سنيده. وصدقوني النتيجه ديالو واخا كتخفي السكر كتجي النتيجه مضمونه ان شاء الله. صافي هاد المشماش ديالي غنحط فوق منه السكر سنيده، غادي نزيد عليه واحد الكاس ديال الماء. عفوا، مع اضافه واحد الكاس ديال الماء كما كتشوفوا. وغادي نخلط واحد شويه ونخليه ان شاء الله حتى يولي داك السكر بحال شكل سيرو، يرقاد مزيان. واحد التحريكه هكا خفيفه ونغطي عليه ونخليه في الثلاجه. ممكن انك تخدميه تقاديه بحال هكا في العشيه وحتى الغد ان شاء الله على الطيبيت توضعيه في الثلاجه. كيكون ما شاء الله عطى السيرو ديالو جيدا، طلق مزيان. غنغطيه ونخليه في الثلاجه ان شاء الله حتى نبغي نوجد الكونفيتير ديالي. كما كتشوفوا انا جبدته وحصلت على المشمش ديالي ولا على شكل سيرو بداك السكر سنيده. باش تسهل عليكم ان شاء الله الطريقه ديال الكونفيتير ويجي عملي وتخدمي به اي حاجه ان شاء الله، لا بالنسبه للحلويات ولا حتى دهين الخبز ولا اي حاجه. كنسهلوا عليا ان شاء الله بانني كندوزو في طحانه يدويه على هذا الشكل حتى كيولي طروفه صغار. الطريقه هذه كتجي الكونفيتير ديالها زوين ان شاء الله وعملي، ما كيبقاوش دوك الطروفه كبار بزاف. صافي على هذا الشكل حتى كيتبشش مزيان يوليو طروفه صغار كيف ما كتشوفي. غادي نديرو ان شاء الله نكمل الطحين ديالو على هذا الشكل هذا، وغادي نديرو في طنجره الضغط على هذا الشكل هذا. راه باقي خضر، غادي نحطو في طنجره الضغط على نار متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده، يعني نار شويه خفيفه. كتحصلي على هذا الشكل كيجي زوين ان شاء الله في الكونفيتير ديالو. هو بدا كيغلي، ضروري البنات ما تغفلوش عليه حيت ما فيش الماء بزاف، يعني كل مره تحركي عليه حتى يوجد لك الكونفيتير ديالك. كل 5 دقائق حركيه باش ما يلصقش لك في الطنجره او يتحرق لك. هاد العمليه ضروريه بانك كل 5 دقائق وانت كتحركي، يعني من الافضل في الوقيته اللي تكوني توجدي شي حاجه باش تبقاي حداه ان شاء الله. صافي ها الكونفيتير ديالي وجد طاب. مده الطهي ديالو خدات 30 دقيقه بالضبط، يعني دغيا دغيا ان شاء الله كيوجد. وها المربى ديالي وجد وانا طفيت عليه 30 دقيقه ديال الوقت اللي خدا. عبأته في قنينات، غادي نمسح الجوانب ديالو بورق المطبخ، غتصيب شويه ديال الخل، اي نوع من الخل للتعقيم فقط. نمسح الجوانب جيدا على هذا الشكل. صافي غادي نسدهم مزيان بالقفيل ديالهم، والقفيل ضروري ما يكونوا حديد، ما يكونوش بلاستيك. البلاستيك ما تيليقش للتعقيم، ضروري ان القفالات يكونوا بحال هكا ديال الحديد. غادي نسدوهم جيدا على هذا الشكل. غادي نوضعوهم في الطنجره ديال الضغط ونديروا الماء. وخص ضروري الماء، هنا باقي مازال خاصني شويه الماء، خصو يتغطى القنينات تبقى تبان غير القفاله ديالهم صافي، يعني الماء اللي يوصل حتى لحد القرعه تبقى غير ديك القفاله اللي باينه ما نقيسهاش الماء صافي. على هذا الشكل المده ديال الطهي ديالو في البوطه ملي كتبدا تغلي النار كيف ما كتشوفوا واحد الحاشيه ديال القفاله صافي كنحبس الماء.
كيف ما قلت لكم المده الطهي ملي كيبدا يغلي الماء كنحسب ليها 25 دقيقه وهي كتغلي على درجه النار كما كنقول لكم ديما متوسطه، ما مجهداش بزاف وما ناقصاش بزاف. خلي لمده 25 دقيقه كيكون الكونفيتير ديالك هو وجد. كتخليه في الطنجره ديالك حتى تيبرد، كتعاودي تشلي القريعات ديالك بالماء من الفوق. وها الكونفيتير ديالنا ما شاء الله واجد عملي جدا ولذيذ بدون مواد حافظه، تتحافظي عليه لمده طويله جدا حتى العام ان شاء الله. الكونفيتير ديالك ناجح، واخا قللت السكر البنات راه كتجي نتيجه جد رائعه. تنتمنى انكم تجربوا هذه التجربه ديال الكونفيتير وتستافدوا منها ان شاء الله. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.